بنرحب بكل متابعي قناة كلمات، فأهلا وسهلا بكم. أحدب نوتردام هي رواية للأديب الفرنسي فيكتور هوغو. بتدور أحداث الرواية في العاصمة الفرنسية، واختار الكاتب كاتدرائية نوتردام مكان رئيسي لمعظم أحداث الرواية. بطل الرواية هو طفل أحدب لقيط، ابن عيلة غجرية جات لنوتردام للقيام بأعمال سرقة، ولما فشلت تركوا طفلهم وهربوا، فأخدوا القاضي ألدوم كلود فرولو ورباه في الكنيسة. كبر كوازيمودو بعد ما اعتنى به القاضي فرولو ودربه عشان يكون قارئ لأجراس كاتدرائية نوتردام. لكن عانى الطفل الأحدب معاناة شديدة بسبب مظهره الخارجي، واللي كان الناس بيعتبروه قبيح، على الرغم من انه كان انسان جميل من جواه وبيحمل في قلبه الكثير من البطولة والأحلام. وفي يوم من الأيام بيتم اختياره عشان يكون زعيم المهرجين في الاحتفال اللي كانت بتقوم به المدينة كل عام، إلا أن القاضي فرولو ما كانش موافق، عشان كان خايف أن الناس تشوف مظهر كوازيمودو القبيح ويخافوا منه ويتسببوا له في مشاكل، ومن جهة تانية كان عاوزه يفضل طول عمره في خدمة الكنيسة. في الاحتفال بتظهر شخصية إزميرالدا، البنت الغجرية الحسناء اللي اتمكنت من إثارة اهتمام جميع سكان المدينة برأسها وجمالها، اللي كان من بينهم كوازيمودو اللي شعر لأول مرة في حياته بالحب، واللي بدأت حياته تتغير من اللحظة دي. كان من بين المعجبين بيها القاضي فرولو نفسه، واللي حاول كتير إنها تكون ملكه حتى ولو بالقوة، وفشل. ما كانتش حياة أزميرالدا الجميلة أفضل حال من كوازيمودو، فهي في الأساس ما كانتش غجرية، لكنها كانت من عيلة فرنسية، إلا أن الغجر سرقوها من إيد والدتها وهي طفلة. بعد ما شارك كوازيمودو في احتفال المهرجين، اكتشف الناس شكله الحقيقي وأدركوا أنه ما كانش متنكر، فغضبوا غضب شديد وأساءوا له كتير، حتى أنهم ربطوه وضربوه أمام الجميع. وفي وسط كل ده ملقاش حد يقف جنبه ويساعده غير الفتاة الغجرية إزميرالدا اللي فكته وساعدته. وقتها أدرك أنه عليه أنه يردلها الجميل، ولأنه بيمتلك قلب نبيل وشجاع خاطر بحياته أكتر من مرة عشان ينقذها من رجال الدولة اللي كانوا بيلاحقوا الغجر وبيعتقلوهم في كل مكان من المدينة. ولما اكتشف القاضي فرولو أمرهم وبأنهم هربوا، جن جنونه وأمر جميع الحراس باعتقال الغجرية. لكن تصرفات القاضي جعلت قائد الحرس يرفض كل أوامره، فقام القاضي باعتقاله وادى الأمر بقتله. لكن أزميرالدا ظهرت في اللحظات الأخيرة وأنقذته، وأرسلته لكوازيمودو عشان يخفيه عن أعين القاضي الشرير. أحس كوازيمودو وقتها إن الفتاة الجميلة اللي كان بيكن ليها حب كبير وقعت في حب شخص تاني وهو قائد الحرس، وعلى الرغم من كده فضل مخلص ليها وأخفاها عن عيون القاضي. ولما اكتشف الأمر بعد كده، اتهم أحدب المدينة بأنه بيتآمر مع الغجر وأنه هو اللي هرب أزميرالدا. وبتتعقد الأحداث لحد ما تيجي النهاية بأنه يقوم قائد الحرس بتحذير أهالي باريس من اللي بيحاول القاضي فرولو فعله، فبيقف الناس في وش القاضي ويمنعوه من اقتحام كاتدرائية نوتردام، لكنه بيقتحمها بالرغم عنهم. ولما وصل لكوازيمودو وأزميرالدا عشان يقتلهم، حكى للأحدب حقيقته وإنه ابن الغجر اللقيط. لكن وفي اللحظة اللي بيبدأ فيها القاضي هجومه، بيقوم كوازيمودو بمحاولة تانية لإنقاذ حياة أزميرالدا، وفي نفس الوقت بيموت القاضي بشكل مفاجئ بعد ما بيقع عليه تمثال من تماثيل الكنيسة وبيتسبب في سقوطه وسط النيران. وهنا بيخرج كوازيمودو للناس اللي أدركوا إنه بطل حقيقي، وبيشيلوه على أكتافهم لأنه أنقذ المدينة من عنف القاضي. بكده تبقى خلصت روايتنا النهاردة، وإلى لقاء في رواية أخرى.